لاعب اول ما جه ريال مدريد الصحافه الاسبانيه وصفته انه اسوأ صفقه في تاريخهم، وفي وداعيته اسبانيا كلها وقفت احترام وتقدير ليه. طبعا انت عرفت انا هكلمك عن مين. ايوه، هو عن الامير لوكا مودريتش. طبعا انا مش هكلمك عن مسيره مودريتش كامله، لا، انا هكلمك عن الفتره الاعظم في مسيرته، وهي فترته مع ريال مدريد. يلا بينا. يلا بينا. ريال مدريد اشترى لوكا مودريتش في موسم 2012-2013 بطلب من الاسطوره جوزيه مورينيو اللي كان بيدرب ريال مدريد وقتها. الصفقه دي وقتها خدت صخب كبير من الاعلام الاسباني، وقالوا انها صفقه سيئه. وصحيفه سبورت الكتالونيه بالتحديد قارنت ما بين صفقه مودريتش وصفقه سونج لبرشلونه، ودي واحده من العبثيات اللي بتحصل دايما في صحافه اسبانيا. المهم، في اول مشاركه للوكا مودريتش مع ريال مدريد يفوز بالسوبر الاسباني. واحده واحده مودريتش يبدا يثبت نفسه ويبدا ياخد مكان اساسي في التشكيله الاساسيه. ريال مدريد وقتها كان فيه لعيبه جامده قوي في خط الوسط زي تشابي الونسو، سامي غديرة، اوزيل، وكاكا. المهم، مودريتش يثبت مكانه اساسي في تشكيل ريال مدريد جنب تشابي الونسو. الموسم ده ريال مدريد خد المركز الثاني في الدوري ويخرج من نص نهائي الابطال على ايد دورتموند. مودريتش الموسم ده سجل 4 اهداف وصنع 4 اهداف، وطبعا الهدف الاشهر لمودريتش الموسم ده كان هدفه قدام مانشستر يونايتد، ولا يفتكره كل مدريدي. وبعد الموسم ده يرحل جوزيه مورينيو عن تدريب ريال مدريد، ويجي بعدها كارلو انشيلوتي. وبعدها مورينيو طلع بتصريح شهير وقال فيه ان جماهير ريال مدريد فيما بعد هتعشق لوكا مودريتش. ونيجي الموسم 2013-2014، ريال مدريد انهى الموسم في المركز الثالث ورا اتلتيكو اللي كان البطل وقتها، ورا برشلونه اللي كان في المركز الثاني. ريال مدريد فاز بكاس الملك بعد فوزه على برشلونه بعد هدف بيل الشهير. ونيجي بقى لدوري ابطال اوروبا واللي هتكلم عنه باستفاضه شويه. ريال مدريد وقع في مجموعه فيها يوفنتوس وغلاتا سراي وكوبنهاجن، وطبعا مودريتش كان اساسي في معظم الماتشات وكان ركيزه اساسيه مع انشيلوتي. ريال مدريد اتاهل كاول المجموعه، وفي دور ال 16 ريال مدريد يقابل شالكا، وريال مدريد يتأهل بعد ما فاز على شالكا 9-2 في مجموع الماتشين. ويتأهل ريال مدريد عشان يقابل بروسيا في ربع النهائي. في الماتش الأول ريال مدريد يفوز 3-0 ومودريتش يصنع الهدف الثالث لكريستيانو، وفي الماتش الثاني الريال يخسر 2-0 بس يتأهل لنص النهائي. وفي نص النهائي ريال مدريد يقابل البايرن. في الماتش الأول ريال مدريد يفوز 1-0 في البرنابيو بهدف بنزيما، وبعدها كل مسؤولين البايرن يطلعوا يقولوا احنا هنغلب ريال مدريد وهنحرق الاليانز ارينا عليهم، بس الكلام ده ما ياكلش مع انشيلوتي وريال مدريد. الماتش يبدأ وفي الدقيقة 16 مودريتش يصنع الهدف الأول لراموس، وبعدها يسجل راموس الهدف الثاني في الدقيقة 20، وبعدها رونالدو يقتل الماتش في الشوط الأول ويسجل الثالث في الدقيقة 37، وبعدها يسجل رونالدو الجون الرابع ويتأهل ريال مدريد للنهائي للمرة الأولى من 12 سنة. النهائي كان ما بين 2 أعداء وبيكرهوا بعض، ريال مدريد وأتلتيكو. يبدأ النهائي ومودريتش كالعادة كان أساسي. جودن يسجل بعد غلطة من كاسياس، وأتلتيكو يدافع وخلاص البطولة بتروح من ريال مدريد، ولاعيبه اتلتيكو بتجهز نفسها عشان تحتفل بالبطوله، وبتيجي ركنيه للريال في الدقيقه 93. ومين يا ترى اللي على التنفيذ؟ ايوه، هو بطل حلقتنا لوكا مودريتش، ويلعب الكره بالمقاس على دماغ راموس عشان تحصل المعجزه. مودريتش صنع هدف هو اغلى هدف في تاريخه وتاريخ ريال مدريد الحديث، اللي لولا ما كانتش اتولدت شخصيه البطل اللي الكل بيحكي عنها دلوقتي. المهم نرجع للنهائي. تخش الاشواط الاضافيه ويسجل بيل في الدقيقه 110، وبعدها مارسيلو في 118، وبعدها يسجل رونالدو في 120 عشان ريال مدريد يرجع بطولته المفضله اللي كانت غايبه عنه بقالها 12 سنه، ويفوز مودريتش باول دوري ابطال في تاريخه. مودريتش الموسم ده سجل هدفين وصنع 9 اهداف في كل المسابقات. وفي موسم 2014-2015 الفريق كان بادئ الموسم بشكل كويس جدا، بس للاسف في وقت الحسم مودريتش يتصاب اصابه طويله، وكذا لعيب تاني اتصاب الموسم ده. ريال مدريد انهى الموسم في المركز الثاني في الدوري وطلع من نص نهائي الابطال على ايد اليوفي. مودريتش الموسم ده سجل هدف واحد وصنع 4 اهداف. ونروح لموسم 2015-2016. نهايه الموسم اللي فات انشيلوتي مشي من ريال مدريد، واللي مسك الريال رافا بينيتس، وريال مدريد يبدا يخسر كتير ويخش في مشاكل كبيره في اوضه اللبس، سببها ان لعيبه كتير مش حابه تشتغل مع رافائيل بينيتس. حتى في تصريح بينيتس قاله قبل كده عن مودريتش وقال فيه ان انا قلت لمودريتش ما يلعبش بوش رجله تاني، ويتم اقاله رافا بينيتس وتعيين زين الدين زيدان عشان يبدا حقبه جديده من الانجازات كمدرب، زي ما كان ولا يزال افضل لاعب في تاريخ فرنسا. المهم، في دوري الابطال زيزو كان عامل توليفه ما بين كازيميرو ومودريتش وكروس في خط الوسط. في دور ال 16 ريال مدريد يلعب روما. في الماتش الاول ريال مدريد يفوز 2-0 ومودريتش يصنع الهدف الثاني للخيسي. الماتش الثاني الريال يقرر فوزه 2-0 ويتأهل لربع النهائي. ربع النهائي قابل فولفسبورج، وريال مدريد يخسر في الماتش الاول 2-0، وفي الماتش الثاني المهمه كانت صعبه بس كريستيانو قدر انه يسجل الهاتريك الايقوني ويقود ريال مدريد للتأهل لنص النهائي. وفي نص النهائي الريال يقابل السيتي،
الماتش الاول ينتهي بالتعادل السلبي، والماتش الثاني ينتهي 1-0 لصالح ريال مدريد عشان يتأهل للنهائي. وفي النهائي ريال مدريد يقابل اتلتيكو للمره الثانيه. يبدأ النهائي ويسجل راموس في الدقيقه 15، وكاراسكو يتعادل في الشوط الثاني في الدقيقه 79، ونروح للاشواط الاضافيه والنتيجه زي ما هي، ومنها نروح لضربات الجزاء، وريال مدريد يسجل ال5 ضربات ويفوز بدوري الابطال، ويفوز مودريتش بدوري الابطال الثاني في مسيرته. مودريتش سجل الموسم ده 3 اهداف وصنع 5 اهداف في كل المسابقات، وتم اختيار مودريتش الموسم ده في تشكيله الفيفا لاحسن 11 لاعب في سنه 2016. ونيجي الموسم 2016 2017، الموسم اللي بصمه زيزو بانت فيه بشكل كبير على الفريق. الموسم ده في الدوري كان فيه تنافس بشكل كبير بين برشلونه وريال مدريد، وهتلاقي ان ريال مدريد حسم ماتشات كبيره قوي في الدقائق الاخيره. المهم الريال يفوز بالدوري، ومودريتش يفوز بالدوري الاسباني للمره الاولى في تاريخه عشان يكون فاز بكل البطولات الممكنه مع الريال. ونروح لمشوار الفريق في دوري الابطال. ريال مدريد وقع في مجموعه مع بروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونه وليجا وارسو، وريال مدريد يتاهل كتاني المجموعه. في دور ال16 ريال مدريد يلعب نابولي. ريال مدريد فاز في الماتش الاول 3-1 ورجع يكرر نفس النتيجه في الماتش الثاني. وفي ربع النهائي ريال مدريد يلعب البايرن ويفوز عليها في الماتش الاول 2-1، ويرجع ريال مدريد يفوز على البايرن 4-2 بعد ما راح الماتش للاكسترا تايم عشان يتأهل الريال لنص النهائي. وفي نص النهائي قصاد اتلتيكو ريال مدريد يفوز في البرنابيو 3-0، وفي ماتش العودة ريال مدريد يخسر 2-1 بس يتأهل للنهائي. ونروح بقى للنهائي واللي كان في كارديف، ريال مدريد قصاد يوفنتوس. يوفنتوس كان عامل موسم جامد جدا، وكان اقوى خط دفاع في البطوله، ما كانش دخل فيه غير 3 اجوان بس، 2 منهم في المجموعات وواحد بس كان في الاقصائيات. المهم يبدا الماتش ويسجل رونالدو في الدقيقه 20 ومانزوكيتش يتعادل في الدقيقه 27، ونروح لاستراحه ما بين الشوطين. الشوط الثاني يبدا وكازيميرو يحط صاروخ في بوفون عشان يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 61، وبطل حلقتنا يصنع هدف جميل لرونالدو في الدقيقه 64، وبعدها اسينسيو يسجل الرابع في الدقيقه 90، ويتوج ريال مدريد بدوري الابطال الثاني على التوالي، ومودريتش يبقى فاز بالدوري الابطال الثالث في تاريخه. وبرضه مودريتش يتم اختياره في جائزه ذا بيست لاحسن 11 لاعب للمره الثانيه على التوالي. مودريتش الموسم ده سجل هدف وصنع 3 اهداف. بعدها وفي بدايه موسم 2017 2018 مودريتش ياخد الرقم 10 في ريال مدريد. زيدان من فتره اتكلم عن الموضوع ده، وانه كان شايف ان رقم 10 في ريال مدريد فقد بريقه، وانه عايز اللي ياخد الرقم ده يكون لاعب شخصيته قويه، ما بيخافش في الماتشات الكبيره، من الاخر لعيب ما بيغلطش. وساعتها اللعيبه كلها بصت على لوكا مودريتش. وفي موسم 2017 2018 ريال مدريد يخسر الدوري ويبقى في المركز الثالث ورا برشلونه اللي كان البطل وقتها، وورا اتلتيكو اللي كان في المركز الثاني. ونروح لمشوار الفريق في دوري الابطال. ريال مدريد وقع في مجموعه مع توتنهام وبروسيا وابويل. ريال مدريد يحتل المركز الثاني في المجموعه. وفي دور ال16 ريال مدريد يقابل باريس اللي وقتها كان عامل خط هجوم فيه نيمار ومبابي وكافاني. المهم ريال مدريد يفوز في الماتش الاول 3-1، وفي الماتش الثاني يفوز ريال مدريد 2-1 عشان يتأهل لربع النهائي. وفي ربع النهائي ريال مدريد يلعب اليوفي ويفوز ريال مدريد في الماتش الاول 3-0، ومن ينسى هدف رونالدو الايقوني وقتها. وفي الماتش الثاني ريال مدريد يخسر 3-1 من اليوفي بس يتأهل لنص النهائي. وفي نص النهائي قدام البايرن ريال مدريد يفوز في الماتش الاول 2-1 ويتعادل في الماتش الثاني 2-2، ويتأهل ريال مدريد للنهائي عشان يقابل ليفربول. ونيجي بقى للنهائي. صلاح اللي كان اهم نجم وقتها يتصاب ويخرج في الدقيقه 31، وبنزيما يسجل في الدقيقه 51 بعد غلطه فادحه من كاريوس، وبعدها ماني يسجل التعادل بعدها ب4 دقايق، وبيلي يسجل هدفين في الدقيقه 64 والدقيقه 83. ومودريتش كان عامل ماتش كويس قوي وقتها وكان من نجوم الماتش. ويفوز ريال مدريد بال13 وياخد هاتريك الابطال التاريخي، ويتوج مودريتش بدوري الابطال الرابع في تاريخه. مودريتش سجل الموسم ده 3 أهداف وصنع 8 أهداف. وفي صيف 2018 يتم استدعاء مودريتش لكأس العالم في روسيا. كرواتيا كانت في مجموعة بتضم الأرجنتين ونيجيريا وأيسلندا، وتتأهل كرواتيا كأول المجموعة في مفاجأة كبيرة، ومودريتش سجل هدف في ماتش الأرجنتين وسجل هدف في ماتش نيجيريا. في دور ال16 كرواتيا تلعب الدنمارك، وتتأهل كرواتيا بضربات الجزاء عشان في ربع النهائي تقابل روسيا، وتتأهل كرواتيا برضه بضربات الجزاء بعد التعادل 2-2، ومودريتش صنع جون الماتش ده. وفي نص النهائي كرواتيا تفوز على انجلترا 2-1 وتتأهل للنهائي، بس للأسف الحلم ما يكملش، وفي النهائي كرواتيا تخسر من فرنسا 4-2. بس نيجي للنقطة الإيجابية، وإن مودريتش يفوز بأحسن لاعب في كأس العالم 2018، وبعدها في حفلة الويفا مودريتش يفوز بأحسن لاعب في أوروبا، وتحصل حاجة ما حصلتش من 10 سنين،
وان حد يكسر هيمنة ميسي وكريستيانو ويفوز بالبالون دور، ومودريتش يفوز بالبالون دور بعد موسم حافل. مودريتش فرديا فاز بالبالون دور الموسم ده وجائزة ذا بيست وجائزة افضل لاعب في اوروبا واحسن لاعب في كاس العالم. ونروح لموسم 2018 2019، الموسم الاسوأ لريال مدريد اللي مشي فيه كريستيانو نجم الفريق الاول ومشي فيه زين الدين زيدان. الموسم ده مفيش حاجه كبيره تتقال فيه. ريال مدريد خسر الكلاسيكو بالخمسه وطلع من دوري الابطال على ايد اياكس من دور ال16، والريال احتل المركز الثالث في الدوري ويخرج من نص نهائي كاس الملك. مودريتش الموسم ده سجل 3 اهداف وصنع 8 اهداف في كل المسابقات. وبدايه موسم 2019 2020 يرجع زيزو لتدريب ريال مدريد وبيريز يدعمه بميركاتو قوي جاب فيه هازارد ويوفيتش وميندي وميليتاو. ريال مدريد الموسم ده رجع لسكه البطولات تاني مع زيزو. ريال مدريد فاز بالسوبر الاسباني بعد ما فاز على فالنسيا في نص النهائي وفاز على اتلتيكو في النهائي بضربات الجزاء، ومدريد يقدر يرجع لقب الدوري الغايب عنه بقاله 3 سنين. مودريتش الموسم ده سجل 7 اهداف وصنع 8 اهداف. وفي موسم 2020 2021 ريال مدريد تضربه الاصابات بشكل كبير. ريال مدريد خسر الدوري الموسم ده فرق نقطتين بس عن اتلتيكو ويخرج من نص نهائي الابطال على ايدي تشيلسي. وفي نهايه الموسم يقدم زين الدين زيدان استقالته عشان يرحل عن تدريب ريال مدريد. وفي بدايه موسم 2021 2022 يجي مدرب ريال مدريد عارفه كويس وهو عراب العشره كارلو انشيلوتي. الموسم ده مودريتش حرفيا كان اون فاير، واحد من احلى المواسم اللي عملها مودريتش في تاريخه مع ريال مدريد. مودريتش كان وقتها عنده 36 سنه، وصعب في السن ده تبقى بتلعب على اعلى مستوى وتكون اساسي في ريال مدريد، وعشان تعمل كده لازم تكون لوكا مودريتش. ونروح للسوبر الاسباني الموسم ده. ريال مدريد لعب برشلونه في نص النهائي وريال مدريد يفوز على برشلونه 3-2 ويتاهل للنهائي. وفي النهائي ريال مدريد يلعب اتلتيك بلباو وبطل حلقتنا لوكا مودريتش يسجل الهدف الاول، وبعدها بنزيما يسجل الهدف الثاني ويفوز ريال مدريد بالسوبر الاسباني. ريال مدريد في الدوري الاسباني الموسم ده كان ماشي بثبات بشكل كبير ومحقق نتائج كويسه، ومودريتش كان العاده كان ليه دور كبير، وريال مدريد يتوج في النهايه بالدوري الاسباني للمره ال35 في تاريخه. ونروح لمشوار الفريق في دوري الابطال. ريال مدريد وقع في مجموعه مع شيريف تريسبول وشختار دونيستيك وانتر ميلان، وريال مدريد يتأهل كأول المجموعة. والقرعة توقع ريال مدريد مع باريس في دور ال16. باريس اللي كان وقتها عنده نيمار ومبابي وجاب ميسي وفينالدو ودوناروما وراموس. الماتش الاول في فرنسا باريس يبقى واكل الاخضر واليابس وتتحسب ضربة جزاء لباريس، بس ميسي يضيعها، وبعد كده في الدقيقة 90 يسجل مبابي هدف الفوز لباريس. ونيجي للماتش التاني في البرنابيو. يبدأ الماتش وأداء ريال مدريد وحش جدا ومبابي رايح جاي زي ما هو عايز، وفعلا مبابي يسجل هدف في الدقيقة 39 عشان مهمة ريال مدريد تتصعب. يبدأ الشوط التاني وبنزيما يضغط على دوناروما وبعدها يسجل هدف التعادل. وفي الدقيقة 76 بهجمة مرتدة مودريتش يطلع بالكرة ويبقى لعيبة باريس كلها بتجري وراه ومحدش فيهم عارف يجيبه، ويعمل مودريتش اسيست دقيق جدا لبنزيما عشان يسجل الهدف التاني. ويدوب باريس يسنتر وبغلطة فادحة من ماركينيوس بنزيما يسجل الهدف الثالث ويتأهل ريال مدريد لربع النهائي. وفي ربع النهائي ريال مدريد يقابل تشيلسي. الماتش الاول في الستانفورد بريدج يبدا وفي الدقيقه 21 بنزيما يسجل الهدف الاول، وفي الدقيقه 24 بنزيما يسجل الهدف الثاني بعد صناعه الاروع من الامير لوكا مودريتش، وبعدها هافرتز يقلص الفارق في الدقيقه 40. وفي الشوط الثاني وفي اول دقيقه بنزيما يسجل الهاتريك عشان يفوز ريال مدريد 3-1. وفي الماتش الثاني في البرنابيو ماونت يسجل الاول في الدقيقه 15 وروديجر يسجل الثاني في الدقيقه 51 وبعدها فيرنر يسجل الثالث في الدقيقه 75. ولاعيبه ريال مدريد تبقى في حاله دهشه من اللي بيحصل وخلاص ريال مدريد بره دوري الابطال. بس بطل حلقتنا وباسيست من اجمل الاسيستات اللي شفتها في حياتي يلعب الكره رودريجو بوش رجله عشان يسجل الهدف الاول للريال. ونروح للاشواط الاضافيه وبنزيما يسجل هدف الفوز للريال في الدقيقه 96 عشان يتاهل لريال مدريد لنص النهائي، ومودريتش ياخد رجل المباراه للماتش ده. وفي نص النهائي ريال مدريد يلاعب السيتي وفي اول دقيقتين يسجل دي بروين الهدف الاول، وبعدها خيسوس يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 11 ويقلص بنزيما الفرق في الدقيقه 33. وفي الشوط الثاني فودن يسجل الهدف الثالث وبعدها بدقيقتين فينيسيوس يسجل للريال وبعدها برناردو يسجل الهدف الرابع. وفي الدقيقه 82 يسجل بنزيما ضربه جزاء على طريقه بانينكا عشان ينتهي اجمل ماتش في السنه بنتيجه 4-3 للسيتي. وفي الماتش الثاني في البرنابيو يسجل رياض محرز الهدف الاول للسيتي في الدقيقه 73، وريال مدريد مهمته تصعب لحد ما يجي الفما حاجه ورودريجو يسجل في الدقيقه 90 وال91 عشان الماتش يروح له اوقات اضافيه. في الوقت الاضافي يسجل بنزيما من ضربه جزاء في الدقيقه 95 ويتاهل ريال مدريد للنهائي عشان يقابل ليفربول. ويبدا النهائي والليفر يحاول بكل مجهوده انه يسجل، بس كورتوا كان واقف سد منيع قدامهم، واداء كورتوا الليله دي محتاج فيديو كامل نتكلم عليه. وفي الدقيقه 60 وفي كره كان مودريتش ليه دور كبير فيها فينيسيوس سجل هدف الفوز للريال ويتم استبدال مودريتش في الدقيقه 90
ويتم تحيته من الجمهور بعد ماتش كبير. مودريتش الموسم ده على مستوى التهديف والصناعه كان ارقامه عاليه جدا، هتلاقي انه سجل 7 اهداف وصنع 15 هدف، وتم اختياره في تشكيله الفيفا المثاليه لاحسن 11 لاعب. وفي موسم 2022-2023 ريال مدريد يخسر الدوري لصالح برشلونة ويخرج من نص نهائي الأبطال بعد الهزيمة من السيتي بنتيجة 5-1 في مجموع الماتشين. الريال فاز الموسم ده بالكاس بعد ما فاز في النهائي على أوساسونا. وعلى المستوى الدولي مودريتش فاز ببرونزية كأس العالم مع كرواتيا في مونديال قطر 2022 بعد الفوز على المغرب 2-1. مودريتش الموسم ده سجل 6 أهداف وصنع 6 زيهم. ونروح لموسم 2023-2024. الموسم ده دقائق مودريتش بدأت تقل فيه، وده شيء طبيعي بسبب عامل السن ووجود لاعيبه شباب في ريال مدريد زي كامافينجا وفالفيردي وتشاوميني وبلينجهام. المهم في السوبر الاسباني ريال مدريد يقابل اتلتيكو في نص النهائي، وفي ماتش مجنون ريال مدريد يفوز على اتلتيكو 5-3 ومودريتش صنع الهدف الاول للريال ولعب الماتش كاساسي وتم استبداله في الدقيقه 67. وفي النهائي ريال مدريد يقابل برشلونه في الكلاسيكو. مودريتش كان على الدكه الماتش ده ونزل في الدقيقه 81 والريال يفوز على برشلونه 4-1 بعد هاتريك لفينيسيوس ويتوج الريال بالسوبر الاسباني. وفي الدوري الموسم ده الريال يحقق نتائج كويسه جدا ويرجع الدوري مره ثانيه لخزينه النادي، ويتوج ريال مدريد بالدوري رقم 36 ويتوج مودريتش بالدوري الرابع في تاريخه مع الريال. وفي مشوار الفريق في دوري الابطال الموسم ده ريال مدريد يقع في مجموعه مع يونيون برلين وسبارتا براغا ونابولي، والريال يتأهل كأول المجموعة. وفي دور ال16 ريال مدريد يلاعب لايبزيج. في الماتش الأول ريال مدريد يفوز 1-0 بجول إبراهيم دياز، وفي الماتش الثاني مودريتش يبقى على الدكة وينزل في الدقيقة 78 وينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 عشان يتأهل ريال مدريد للربع النهائي. وفي ربع النهائي ريال مدريد يلعب السيتي وبرناردو يسجل في الدقيقة الثانية، وبعدها روبن دياز يسجل في مرماه والريال يتعادل، وبعدها رودريجو يسجل للريال وفودن يسجل التعادل، وجفارديول بعدها يسجل الثالث للسيتي، وبعدها فالفيردي يتعادل للريال عشان تنتهي المباراة بالتعادل 3-3. ومودريتش كان على الدكة الماتش ده ونزل كبديل في الدقيقة 72. وفي الماتش الثاني رودريجو يسجل الهدف الأول للريال في الدقيقة 12 ويتعادل دي بروين للسيتي في الدقيقة 76، ومودريتش ينزل في الدقيقة 79 والماتش يروح لاشواط اضافيه ومنها لضربات الجزاء، ومودريتش يشوط الضربه الاولى للريال بس للاسف يضيعها، بس بعدها كوفازيتش وبرناردو يضيعوا للسيتي والريال يجيب باقي الاربع ضربات ويتأهل الريال لنص النهائي عشان يقابل البايرن. وفي ماتش البايرن فينيسيوس يسجل الهدف الاول في الدقيقه 24 وبعدها ساني يسجل التعادل للبايرن وهاري كين يسجل التقدم، وبعدها فينيسيوس يسجل من ضربه جزاء عشان الماتش يخلص بالتعادل 2-2 بين الفريقين. الماتش الثاني في البرنابيو يبدأ ويسجل ديفيز في الدقيقه 68 وبعدها بدقيقه مودريتش ينزل من على الدكه وخوسيليو ينزل في الدقيقه 81 عشان يسجل هدفين في الدقيقه 88 وال91 ويتأهل بريال مدريد للنهائي عشان يلاعب بروسيا. يبدأ النهائي ويسجل كارفاخال من الرأسية بأسيست من توني كروس، وبعدها فينيسيوس يسجل في الدقيقة 83 ويقتل الماتش، ومودريتش ينزل في الدقيقة 86 كبديل وينتهي اللقاء ويتوج ريال مدريد بال15، ومودريتش يفوز بدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه ويصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولة، وبيتشارك مع كروس وناتشو وكارفاخال وباكو خينتو كالأكثر تتويجا بالبطولة في التاريخ ب6 بطولات. وبعد رحيل ناتشو من ريال مدريد يصبح مودريتش الكابتن الأول للريال. مودريتش سجل الموسم ده هدفين وصنع 8 أهداف في كل المسابقات. وفي بداية موسم 2024-2025 يتوج ريال ببطولة السوبر الأوروبي على حساب أتلانتا، ودي تبقى البطولة الأولى اللي مودريتش ياخدها ككابتن أول لريال مدريد. الموسم الحالي ما كانش الموسم الأقوى للريال وما كانش زي الموسم اللي قبله. ريال مدريد خسر الدوري والكاس لصالح برشلونة وخرج من ربع نهائي الابطال على ايد ارسنال. مودريتش الموسم ده سجل هدفين وصنع 8 اهداف في كل المسابقات. وفي شيء غير متوقع جت الصدمه لجماهير ريال مدريد. ريال مدريد اعلن ان الموسم ده كان الموسم الاخير للوكا مودريتش مع الريال ومودريتش هيرحل عن الفريق. وفي مشهد مؤثر وفي الماتش الاخير لريال مدريد في البرنابيو يتعمل لمودريتش ممر شرفي من لاعيبه الفرقتين والحكم، البرنابيو كله يقف يودعه بالدموع. لوكا مودريتش من اللعيبه القليله اللي ما حدش يختلف عليها سواء في جودته او عطائه، ومن اللعيبه القليله اللي فضلت في المستوى العالي لمده كبيره، وطبعا رحيله اثر في كل مشجعين ريال مدريد. مودريتش جه ريال مدريد وسط انتقاد كبير وسخريه من الاعلام ومشي كأسطورة بلسان نفس الإعلام اللي انتقده في الأول. مودريتش رحل عن ريال مدريد كان لاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد ب 27 بطولة، منهم 6 بطولات في دوري الأبطال. ولو وصلت لهنا فأنا حابب أشكرك، واكتب لي كومنت قول الفيديو عجبك ولا لأ، وإيه الإيجابيات والسلبيات في الفيديو، وتحب أعمل عن مين تاني في الفيديو الجاي. وما تنساش طبعا اللايك والسبسكرايب، وافتكر دايما إن رأيك يهمني.